فوضت شغل لحدا وبعدين ما عرفت مين المسؤول وقت صارت المشكلة. هاد مو غلط بالناس، هاد غلط بفهم مصطلح اسمه التفويض. واليوم بثواني معي بتفهم 7 مصطلحات جديدة، وانتبه منيح للأخير. تفويض الصلاحيات مو معناه خود الشغل وخلاص. التفويض الصح هو 3 مع بعضهم: المهمة والصلاحية لتنجز والمسؤولية عن النتيجة. ولو وحدة منهم ناقصة التفويض صار فوضى. تخيل رنا مديرها طلب منها تنظم حفل تكريم للفريق، أعطاها المهمة بس ما أعطاها ميزانية ولا صلاحية قرار. رنا تعبت أسبوعين وما قدرت تكمل. المشكلة مو برنا، التفويض كان ناقص من الأساس. المساءلة، وهون بدي فهمك شغلة كتير مهمة لأن كتير ناس بتفهمها غلط. المساءلة مو عقاب، هي اتفاق مسبق. يعني اتفقنا على نتيجة وانت المسؤول أمامي عنها. الفرق كبير بين المساءلة اللي بتبني الثقة وبين العقاب اللي بيبني خوف، واللي بيشتغل بخوف ما بيبدع. التواصل التنظيمي مو الاجتماعات الكتيرة، هو كيف المعلومة بتوصل من فوق لتحت ومن تحت لفوق. لما التواصل يكون ضعيف كل واحد بيشتغل بمعلومة ناقصة، والنتيجة قرارات غلط وفريق تايه. وأحيانا بتلاقي مدير عم يعمل اجتماع مشان يشرح إنه في اجتماعات كتير. هذا اسمه غياب التواصل التنظيمي. التغيير التنظيمي هو أي تعديل بسياسات أو بهيكلة الشركة، والحقيقة التغيير ما له المشكلة، المقاومة هي المشكلة. لما الفريق ما يفهم ليش التغيير بيقاوم حتى لو التغيير صح، والمدير اللي بيشرح ليش بيواجه مقاومة أقل بكتير. الهيكل التنظيمي هو الخريطة اللي بتجاوب على سؤالين: مين مدير مين ومين مسؤول عن شو. وبدون هيكل واضح كل واحد بيتزرع انه مو شغلي، والشغل بيضيع بين الكراسي. والموارد البشرية ما له بس قسم التوظيف، هو كل شيء له علاقة بالموظف: التعيين، التدريب، التقييم، التطوير. والشركة اللي بتستثمر بموظفينها بتحصد ولاءهم، أما اللي بتعاملهم كأرقام بتخسرهم بأول فرصة. وآخر مصطلح اليوم وأهمهم هو القيادة. والفرق بينه وبين الإدارة صراحة أكبر مما تتخيل. المدير بيقول كيف بنعمل هالشي، أما القائد بيقول ليش بنعمله أصلاً. المدير بيتابع المهام، أما القائد بيحفز الناس. المدير بيدير الحاضر، القائد بيبني المستقبل. والسؤال الحقيقي، أنت هلأ مدير ولا قائد؟ هالمصطلحات السبعة هي الفرق بين المدير اللي بيشتغل بشكل يومي والقائد اللي بيبني الشركة. أي مصطلح غير طريقة تفكيرك اليوم، وبالجزء الثالث كمل لك الباقي.